السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ومشاهدات في حلقتنا الثانية من برنامجنا يعني نريد حياة خالية من الضغوط. والحلقة السابقة تعرفنا على أنواع الضغوط وما أسباب الضغوط، وبدأنا في إنه الضغط النفسي، ضغوط الحياة هي يعني تعتبر حتمية لابد منها. فاليوم إن شاء الله راح أتكلم في موضوع ما هي مصادر هذه الضغوط. عندنا مصدرين أساسيين للضغوط، مصدر داخلي ومصدر خارجي. المصدر الداخلي أساسه يأتي من ماذا؟ من طريقة تفكيرنا، من نظرتنا لأنفسنا. يمكن تجد أنه في بعض الناس يعني نظرتهم لنفسهم تكون نظرة سلبية. أنا إنسانة غير محببة، أنا حياتي كلها نكد. يعني طريقة تفكيرنا ونظرتنا لحياتنا ونظرتنا وتقييمنا لأنفسنا يكون واحد من سبب الضغوط. يعني أحيانا تجد أنه يعني يمكن كثير من المواقف إذا أنت قلت لشاب أو شاب يعني مثلا وجهت له مثلا توجيه معين يقول أيوة أنا ما هكذا، ما الكل ما يحترمني، الكل ما يقدرني، يعني يبدأ نظرة سلبية وينظر لنفسه بدونية. فهذا النمط من التفكير وهذا النمط من الأسلوب التفكير حقيقة يا أخواني يعني بيؤدي إلى الضغوط، بمعنى أن حأشعر أن أنا غير محببة، وأن أنا أشعر أن أنا إنسانة غير مرحب بها، وبالتالي راح يكون هذا مصدر داخلي نابع من داخلي أنا. هذه واحدة من مصادر الضغوط، هي مصدر داخلي نتيجة لهذه الأفكار السلبية ونتيجة لنمط التفكير الخاطئ. ويعني يمكن نجد أنه كثير من الشباب وكثير حتى مش الشباب فقط، حتى الأخوة والأخوات أولياء الأمور وأبنائنا الصغار، نمط التفكير هو حقيقة هو زي كأنه الدينامو اللي يحرك باقي أنشطتنا وحياتنا اليومية. إضافة لذلك عندنا المشاكل الأسرية، المشاكل داخل الأسرة نفسها من عدم تفاهم، الصراع اللي يحصل دائما مع عدم التواصل الجيد. ولذلك يمكن إحنا كثير من الحلقات، الأخوة اللي تابعونا في حلقاتنا السابقة يمكن تحدثت كثير في موضوع التواصل الإيجابي، التواصل الجيد، العلاقة الأسرية داخل الأسرة، بين أفراد الأسرة نفسها، علاقة يسود الاحترام، التقدير، التفاهم. هذا النوع من العلاقات الإيجابية، العلاقة الصحية، العلاقة السليمة بتؤدي على الأقل، حتى نحن طبعا ما حنقول إنه الضغوط تختفي، لكن على الأقل نحن الآن عرفنا فين مصدر هذا الضغط. فيمكن نجد إنه الكثير خاصة اللي عايشين في بلاد ما في أسر ممتدة، يعني أنا هاجرت موجودة في دولة فقط أنا وزوجي وأطفالي. إذا كانت هذه الأسرة الصغيرة ما في بيناتها هذا الجو اللي فيه الدفء والمحبة ويكون في عاطفة يعني تحيط هذه العلاقة، بالتالي حتكون هي واحدة من مصادر الضغوط الداخلية. الضغوط الخارجية واللي هي اللي تتعلق بضغوط العمل، إذا كانت بيئة العمل بيئة غير سليمة، بيئة فيها صراع، فيها مشاكل، فيها نوع من التنافس الغير شريف. كذلك من الضغوط الخارجية الضجيج، درجة الحرارة المرتفعة. وتجد أن يمكن كثير منا وقت الصيف وقت الحرارة درجة الحرارة مرتفعة يكون الواحد يقول لك أنا ما عندي يعني مثلا ما يعني أخلاقي خلاص وصلت، يعني أخلاقه ضيقة وما يستطيع أن يتفاهم وكذا يعني. وكذلك واحدة من عوامل الضغوط الخارجية اللي هي العلاقات الجيران، العلاقات الاجتماعية، ضغوط السكن، الحياة العامة، مثلا الأوضاع السياسية، أوضاع اقتصادية، نمط الحياة، العادات والتقاليد، البيئة المحيطة بالإنسان، كل ما يتعلق بالإنسان خارجي يعتبر كذلك هو واحد من مصادر الضغط. يعني إذا كنت أنا أعيش مع جيران وعايشة في ما مرتاحة، جيران ما يعرفوا لغتي ولا أعرف لغتهم، وهذا اللي الناس يمكن كثير تعاني منه. يعني إذا كانت يعني خاصة في بداية الانتقال، إذا كنت أنا أعيش في دولة ما وأعرف لغتها، أعرف قيمها، أعرف عاداتها وتقاليد، انتقلت لمكان جديد، هيكون هذا المكان البيئة الجديدة لها ضغوطها.
يعني حتى تتكيف مع الآخر ومع بيئة جديدة يعتبر بالنسبة لي أنا مصدر ضغط، ويعتبر واحدة من الأشياء اللي تسبب لي عدم راحة. أنظمة البلاد نفسها، قوانينها، يمكن تلاحظوا الآن يعني الكل يعايش هذه الأشياء لكن بدرجة متفاوتة. اللي عايشين في أوروبا مثلا وكندا وأستراليا نوعية الضغوط والأنظمة تختلف. اللي عايشين في بعض الدول اللي هي لابد يكون عندك إقامة سارية، الضغوط اللي هي الفيزا، وهذه الأشياء اللي يمكن كلنا نحن نعيشها تعتبر واحدة من مصادر الضغوط الخارجية. يعني هذه هي الضغط الخارجي والضغط الداخلي بما يتعلق وكل يتعلق بحياة الإنسان. يعني كيف نحن ندير هذه الضغوط ابتداء من ضغوط داخلية وضغوط خارجية، وهذه هي الجزئية اللي حنتحدث عنها. ما هي أساليب التعامل مع الضغوط اللي هو يمكن يعتبر واحدة من المواضيع الهامة الآن تجدوها بكثرة في وسائل الإنترنت، اللي هي يعني إدارة الضغط أو إدارة الضغوط. نحن طبعا لما نتحدث إدارة الضغط لكل واحد مننا له أسلوبه، له طريقته في تعامله مع حل المشكلات، لكن نبدأ أولا بنمط التفكير. يعني يمكن بداية كان من الضغوط الداخلية هي الأفكار السليمة، النظرة الجيدة. أنا إذا كنت أحمل أفكار جيدة، إذا كنت أنا أتمتع بإيمان قوي، الرضا، يعني أن أنا راضية بما أن واحدة من الضغوط السيئة هي فقد العزيز. طيب أنا كيف أتعامل مع هذا الفقد؟ أن أنا أكون مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، وتكون هذه المرجعية الصحيحة. يعني إحنا دائما نتحدث في التربية، في علاقاتنا مع أبنائنا، في تربيتنا لأبنائنا، لابد تكون عندي مرجعية صحيحة، لأنه هذه المرجعية الصحيحة اللي أنا على أساسها ارتبطت بهذا اللي هو الارتباط اللي هو العقد الزواج، وكونت هذه الأسرة. فإذا كان مرجعيتي صحيحة، علاقتي بربي صحيحة، أنا راضية بما أراد الله، فبالتالي تكون واحدة من أساليب التعامل مع الضغوط النفسية. وأكون يعني انطلاقا من أن أنا راضية، يعني أنه ما أراد الله لي، أكون راضية عن نفسي، راضية عن أن أنا كشخصيتي بما عندي من إمكانيات، ما أقارن نفسي مع الآخرين، ولا أشعر أعيش في حالة تنافس، وأنه أنا يعني اللي هو التنافس الغير شريف. هذا الرضا عن النفس أساساً هو يوصلنا إلى الرضا، أن أكون راضية عن نفسي، متصالحة مع النفس، وبالتالي بتكون عندي الأدوات، بتكون عندي المهارات أستطيع من خلالها ماذا أدير هذا الضغط. جزء من اللي هي الرضا عن الله سبحانه وتعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه الأمر كان يقوم إلى الصلاة، فهذه هي واحدة من وسائل إنه أنا أستعين بالله، ألجأ إلى الله، يعني وأعلم تماما إنه يعني سبحان الله، ولا تيأسوا من روح الله. يعني الله سبحانه وتعالى بما أنه أنا يعني ثقتي بالله كبيرة، فبالتالي أستطيع أنه من خلال ثقتي بربي وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أستطيع أن أدير هذه الضغوط. كذلك الأساليب التعامل مع الضغط لا يتم التخلص منها بل التعايش معها، هذه واحدة من الأساليب. يعني إحنا مهما كان ما حنوقف هذه ضغوط الحياة، ولا تربية الأبناء حتنتهي، ما عندها مدة صلاحية معينة، لكن كيف أنا أديرها، كيف أتعلم، كيف أكتسب مهارات، كيف أربي أبنائي بالشكل الصحيح، كيف أتعامل مع مشاكل الزوجية، مشاكل مع الجيران، مع أخوتي، مع هكذا، يعني بما أنه هي واحدة من مصادر الضغط. مهارات حل المشكلات كذلك أنا أتعلم، يعني العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني أنا ما يعني الإنسان ما يعني سبحان الله إذا أنا كل مرة ما اكتسبت مهارة جديدة. يمكن في السابق حتى ونحن يعني نحمل هذه الدرجة العلمية، لكن يظل إحنا ما زلنا نتعلم. أنا ما زلت أتعلم، أنا ما زلت إنه أنا يعني أشعر إن أنا طالبة. يعني فالإنسان دائما هو في حالة تجديد، في حالة تطوير. لماذا؟ حتى لا نترك شيء للمفاجآت. الذي يعني الفرق بيننا وبين الآخرين، يمكن هذه مقولة يعني مقولة أجنبية، لا نترك شيء للمفاجآت. أنا أتوقع إذا كنت دائما مهيئة نفسي، أنا انتقلت مكان جديد، كيف حأتعامل معه؟ انتقلت لحياة زوجية، حياة جديدة بالنسبة لي،
كيف حأتعامل مع يعني مع زوجي، كيف حأتعامل مع أبنائي. فلا بد أن أنا يكون عندي مهارة لحل المشكلات، يكون عندي مهارة لمواجهة ضغوط الحياة، مهارة للتعامل مع الأحداث الحياة. يعني ما حأكون أنا منتظرة في مفاجآت. لماذا؟ لأن إذا أنا هيأت نفسي أستطيع أن أتكيف، أستطيع أن أتعامل، ما حأكون في حالة صدمة مستمرة. صحيح في البداية الأمر صعب، وكل واحد مننا مرة، ولا أنا ما أقول إنه موضوع سهل، لا، لكن لابد أن نتجاوز هذه الضغوط. لابد أن أنا أبحث دائما عن الحلول، كيف أعيد النظر إلى مصادر الضغط، من أين جاءت الضغط. يعني مثلا أنا إذا كان عندي مشكلة، فإن أنا في مشكلة عدم تواصل بيني وبين أبنائي، سبب الضغط الداخلي إنه هو أنا عندي مشكلة، فأنا ما قادر أتفاهم مع زوجي، مع أخواني. فبما أنه إذا عرف زي ما يقول السبب بطل العجب، يعني إذا أنا عرفت مصدر الضغط، فبالتالي أفكر كيف أحل هذا الضغط، كيف أتعامل معه. إذا كان ضغط يتعلق بي أنا شخصيا، أبدأ أغير في نمط تفكيري، في أسلوبي، في أشياء كثيرة اللي أنا أكون سبب بها. كذلك من أساليب تعامل مع الضغط اللي هي التعبير عن المشاعر والانفعالات، اللي هي التفريغ. أحيانا يا أخواننا بصراحة يعني الإنسان لما يكتم يصل مرحلة إنه هو يصاب بكثير من الأمراض اللي ذكرناها. والآن تسمع إنه كثير من الأخوة يعني ممكن يقول لك كان يتحدث معي وهو جاء فقد في لحظة أصيب، يعني أصابته الذبحة. صحيح هي الأعمار بيد الله، وإنه يعني سبحان الله يعني لكل أجل كتاب، لكن يظل إن المؤمن دائما يكون يعني يعقلها ويتوكل، يكون أنا أهتم بصحتي النفسية، لأنه كثير من الأمراض الآن العضوية سببها الجانب النفسي، وكيف نقوي المناعة النفسية، لأنه جزء من تكوين الإنسان. عندنا كل الأجهزة، الجهاز يعني مثلا تلقي الجهاز التنفس، كذلك في جهاز في الجهاز في مخ في اسمه الجهاز التنفسي، هو الجهاز النفسي. الجهاز النفسي يتعلق فيه من وظائفه أنه هو يتحكم في المشاعر، في الانفعالات، في الغضب، في الخوف، وكل هذه المشاعر. استخدام المساندة الاجتماعية، وهي أساليب زي ما يسموها اللي هي المسكنات. نحن الآن كنت أتحدث مع بعض الشباب، أقول له أنت لو أصبت بمثلا ألم في الضرس أو في أي يعني جزء أو في أي عضو في جسمك، تقول له أول شيء أنا أخذ المسكن. طيب نحن حتى الضغوط والمشاكل الاجتماعية تحتاج لمسكنات. طيب ما هي هذه المسكنات؟ نحتاج لمسكنات إن أنا يكون عندي أخت يعني من الأقرباء، من الأصدقاء، أستطيع أن أستشيرها، يعني زي ما تقول يعني اللي هي الدعم أو المساندة الاجتماعية، تعتبر بالنسبة لي أنا مسكن. صحيح هي ما حتحل المشكلة في المقام الأول، المسؤول من حل المشكلة هو أنا، لكن الإنسان دائما يحتاج إلى المساعدة، وهي دائما نتكلم فيها. نختم يمكن في هذه الأساليب هي 3، يمكن مثلث 3 الأضلاع، اللي هي الأفكار التلقائية، وكيف أنا أجد لها بدائل، وكذلك أتعامل مع الضغوط الحياة. فبتكون عندي 3 أشياء اللي هي موقف الضغط نفسه، الأفكار التلقائية، والبدائل. فأنا إذا استطعت أن أجد هذه الطريقة في حل الضغوط ومواجهتها، إن شاء الله يعني الإنسان يستطيع على الأقل يكون عنده مهارة التكيف. وهذه واحدة من ما يسموها من الصحة النفسية الإيجابية. الآن الكل يتحدث في إنها positive psychology، اللي هي علم النفس الإيجابي، إن إحنا كيف نستطيع أن نتأقلم، نتوافق مع ضغوط الحياة، مع مشاكلها. يعني حقيقة وصلنا لختام حلقتنا. أسأل الله لي وللجميع إن شاء الله حياة تكون حياة إيجابية، حياة فيها اللي هي الاستقرار والأمن. ويعني إلى أن نلقاكم بإذن تعالى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.